يا أهل السنة عصمتكم من الضلال عقيدتكم هي حياتكم. فمن ذاك التاريخ إلى الآن والأئمة يدونون هذا، أئمة السنة والهدى في كتب العقائد المسندة والمختصرة المجردة، ثم يستمر على ذلك أئمة الإسلام الذين يمتنون عقائد الإسلام متونا مجردة، ثم يأتي بعد ذلك شراح هذه المتون من أئمة السنة من بعدهم فيشرحون متونهم بالنصوص الصريحة الصحيحة ويبينون بالأدلة. بعد هذا كله يعني قرابة 1400 سنة يأتي المسألة إيش؟ اجتهادية. هذا أثره من أين؟ لو سألت من خلال ثلاثة أين أثره؟ أثره الجليس. الصاحب ساحب. وقديما قيل فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. حليم معروف بالحلم، ويأتي هذا الجاهل يرديه إذا لم تدركه رحمة الله. فيا أحبتي، الصاحب ساحب والجليس جنيس تجانسه بعد ذلك، فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا الصاحب إما أن يكون من ذوي الجهل، وإما أن يكون من ذوي الشهوات، وإما أن يكون من ذوي الشبهات، وإما أن يكون مدسوسا. العلم عند الله، لا نقطع بواحد منها، لكن لا يخرج في الغالب عن هذه الأمور. فإذا كان أشخاص بعد هذه السنين الطويلة يختم بمثل هذا، بعد هذا الجهاد الطويل يختم بمثل هذا، هل يأمن الإنسان على نفسه؟ والله ما يأمن يا إخوتي على نفسه. ويقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فمسألة التأصيل الصحيح والسير في طريقه وملازمة أهله وعدم الاغترار بالنفس، هذا أمر مهم جدا. نحن الآن نرى طرح فعلا من بعض من نراه وما كنا نتصور، نرى طرح ليس بطرح سلفي وإن كان المتكلم سلفي، نرى طرحا ليس بطرح سلفي وإن كان المتكلم سلفي. سببه إيش؟ سببه المجالسة والمخالطة لأهل الأهواء. واقرأوا في كتب الاعتقاد باب التحذير من مجالسة أقوام مجالستهم أو صحبتهم تمرض القلوب، هكذا نصوا. فإذا دخل الإنسان مع هؤلاء فإنهم يمرضونه وهو لا يشعر، يظن أنه على شيء وليس هو في الحقيقة على شيء. فإذا مضت عليه مدة وتكلم إذا به يتكلم بما هو ما هو أنت تنكره، هو بالأمس كان أشد إنكارا له منك. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شيء عجيب. أما إذا كانت كما قلت الأخيرة، وهي أن يكون هذا المتكلم من أصحاب الفكر المعيشي، فهذه مصيبة كبيرة. ونقول الله يخلف عليه في نفسه ويخلف عليه في دينه ويخلف علينا نحن فيه إذا استمر على هذا الحال.